نحن في ألمانيا. يا رب لاقي باور بانك. طبعا المكان كله محاط بجبال الألب. يا رب لما يروح شوية ضباب لحتى يبين معكم. اشتغل كاشير عند الصبح. بالنسبة لألمانيا هي أطيب سندويشة شاورما سورية باكلها صراحة. وينك ابن حتوتة عامل لي أنطرتكا ومدري ايش ليك هاي جبال الألب هدول هني. ترى على فكرة لا وقع ولا حدا ضربه فيهم. بس احنا اجينا عم نشوف هذا المشهد اللي ورانا عملاقة. من 10 سنين وأنا ساكن بألمانيا بقرية صغيرة سياحية اسمها جينجنباخ جنوب غرب ألمانيا. ما كتير صح لي اطلع وزور مدن كبيرة، وكل الأفكار يلي بنيتها على ألمانيا هالفترة كانت مقتصرة على تجربتي بهي القرية الصغيرة. اليوم 23/12 ومن بكرة بتبلش عنا عطلة طويلة بألمانيا، وأنا معي شغلة اسمها دويتشلاند تيكت بتاخذني لكل أنحاء ألمانيا فقط ب60 يورو. هي أنا معي إياها صراحة، بروح وبجي فيها على الشغل. ولكن هلا أنا بما أني عطلت أسبوعين تقريبا، مو معقول تروح الأسبوع الأخير من هذا الشهر على الفاضي. فبلشت أفكر بما أني هلا أنا بجينجنباخ وبدي شيء ينراح بالقطار، شو في أماكن حلوة مميزة تنراح بالقطار واستغل فيها التيكت. وهون خطر ببالي تحدي مرتب. ليش ما نروح على أغلى مكان بألمانيا 3 أيام ب100 يورو بس؟ فكرة ممتازة، شو مستني؟ انطلقنا. لحظة حطيت اشتراك وفعلت الجرس وتفاعلت مع الفيديو، رح تشوف متعة رهيبة مستحيل تشوفها بدون ما تدعم القناة بعد العودة. لهيك اشترك وانطلق معي بالرحلة من البداية. وهلا حاليا طالعين على ميونخ، بنحتاج تقريبا 4 قطارات، بياخذ المدة تقريبا شي 6 ساعات. طريقنا مؤلف من 4 قطارات لمدة 6 ساعات. بنطلع من جينجنباخ لكارلسروه، ومنها لمنطقة اسمها آلن، وبعدها لدوناوفرت، ومن هنيك فورا لميونخ. يا جماعة الخير، أنا حالياً هلأ ركبت بقطار من مدينة شتوتغارت متوجهين لمدينة اسمها آلن. وهنا جنبي هيك بيساوي يعني. هذا ملعب شتوتغارت، نادي شتوتغارت الشهير. نزلنا من القطار الثاني ولقينا الدنيا كابسة ثلج، وهلا عنا انتظار 40 دقيقة لنركب القطار الثالث اللي حياخذنا على مدينة ثالثة، بعدها بننطلق على ميونخ. عم يعلم الثلج. شلون الوضع؟ والله كابس. يا جماعة المشكلة انه بقيان 40 دقيقة والبرد قارس والثلج قوي وما في مكان نروحه. عم نفكر نطلع برا المحطة صراحة ونشوف شي مكان مغلق نفوته. لقينا مكان داخلي رح نفوت عليه ندفى شوي لبين ما يجي القطار. بما انه عنا وقت انتظار نتسلى شوي واحكي لكم شوية معلومات. يا جماعة ألمانيا من البلدان اللي كان فيها الثلج كتير قوي من أول ما أنا عشت فيها. أنا صار لي 10 سنين بألمانيا، فكان مفروض الثلج كل سنة يجي بهالقوة. ولكن أنا غريب أنه بعد ما نزلت أول سنتين عشت فيهم بألمانيا الثلج قوي كتير، من هذيك السنة لهلأ صراحة ما عاد إجا هذا الثلج اللي تحسه ثلج. فمشان هيك أنا مستغرب هلأ صراحة أنه ما بعدنا كتير. هو بعدنا كتير صراحة، صارنا 3 ساعات بالطريق بس أنه مبدئيا في ثلج بالوقت الصحيح اللي المفروض يكون فيه ثلج بكل أنحاء ألمانيا صراحة. لا برد فايت لجوا بحلوا عني انتوا الفيديو. ليش هيك قصير؟ بنلحق نقعد في مكان؟ شو قلت لك؟ صار لي ساعة. هلا ركبنا بالقطار الثالث ماشيين بالاتجاه المحطة القادمة، بعدين حنبدل بقيان تبديل واحد وبنوصل لميونخ. هذا القطار حلاوته انه مجهز للسفر، طاولة، مكان للشناتي، هاي اخواتي، والمكان تحسه مجهز للسفر. بعد اكثر من تبديله وصل القطار الاخير، طالعين باتجاه ميونخ، واخيرا هي اخر تبديله الى ميونخ. هذا القطار كان حلاوته انه محطاته قليله وسحب فينا فورا، وكان اسرع من المتوقع اصلا. تخيل وصلنا الى ميونخ رسميا ابكر 9 دقائق من المخططين. ما شاء الله تقولوا مطار، هي كلها محطة قطار. واخيرا نحن في ميونخ، ونشوف احنا هلا شو مشاريعنا، شو حنساوي، شو حنعمل. متحمسين جدا. وصلنا على الفندق، فايتين ونشوفه. حجزنا غرفة ل4 اشخاص بمبلغ جدا ممتاز صراحة، وقريب على المحطة الاساسية. بداية لازم تعرفوا انه الفندق اللي حجزناه ل4 اشخاص من الفئة الاقتصادية، لحتى احنا نقدر نحقق الهدف اللي حاطينه اللي ذكرنا لكم اياه بالفيديو. هذا هو الفندق، نظيف كتير. اول شيء ده يتم تقييم النظافة طبعا، الطهارة والنجاسة، 4 خوت نظاف مرتبين. يعني العلة الوحيدة الضوء، يعني حاطين لكم اياه مشان دغري تحط راسك وتنام. فمشان هيك هلا احنا فتنا نصلي بالفندق، طالعين لاول فعاليه. ومن جمال الترتيب الالهي احنا وصلنا وبلش الثلج بالهطول بميونخ ليعطينا اجواء خرافيه. يا جماعه مو معقول، لسه هلا اجينا نزلنا لنشوف الاجواء ليك وبتغطت الدنيا بالثلج.
هنا ميونخ، اهلا وسهلا. يعني لسه ما قلنا بسم الله دغري لاحظنا اول فرق. بألمانيا من اول ما انا عشت فيها بعرف انه القطار بين القطار والقطار بيجي ساعة، حتى اذا روحتوا عليك بتندب حظك وبيروح عليك كل شيء. هون لسه هلا اول ما وصلنا بيفرق يا اخي القرية عن المدينة الكبيرة. هي واحدة من اكبر المدن بألمانيا، مشان هيك المواصلات بتلاقي هون طبيعي مثل اسطنبول مثلا كل 5 دقائق في ترامواي، في عندهم نوع تاني اللي هو اوبان بيسموه اللي هو تحت الارض، هذا اسمه اسبان، في شتراسنبان، في يعني في اكثر من نوع، في اكثر من وسيله مواصلات ومكثفه جدا. فيعني شكلنا حنلاقي فروقات كثيره. اول شغله بنعملها لما نجي على ميونخ اننا بدنا نروح ناكل، وما بناكل غير مع وجود العلم الشامخ هون. هنا ناكل. يا بسم الله. حاولت صور لكم جوا بس صاحب المحل صاير الماني زياده عن اللزوم، خايف على حاله وما حاب يطلع بالفيديو، فما احسن نتصور كفايه. اشتريت صدق الشاورما عاديه سوريه لسه ما وصلت، هلا بورجيكم اياها مع كولايه، وكلفنا 9 يورو نحسبها بالعداد. يا عيني يا عيني، وصلت الوجبه بتذكرنا بايام الشام. قول بسم الله. خذ خلص قول بسم الله، قول بسم الله. يا من طيابتها نسيت صور لكم اللقمه الاولى، ما شاء الله عن جد بتذكرني بايام الشام. ما بتوصل لمستوى تبعت سوريا، بس بالنسبه لألمانيا هي اطيب سندويش شاورما سوريه باكلها صراحه. مشينا باتجاه اشهر شوارع واماكن ميونخ، المارين بلاتس. احلى شيء يا جماعه احنا عن غير قصد جايين احنا بوقت العيد تبعهم، فكل شيء مسكر وكل الناس عم تحتفل، ما بنعرف وين الاحتفال، لسه رايحين عم نشوف وين اجرينا بتاخذنا، رايحين على منطقه اسمها المارين بلاتس، بس بنفس الوقت كله مسكر، ما في ولا محل فاتح، وبرد قارس جاي ما عم اقدر صور لانه برد. يا جماعة ليكوا هذا التمثال ما أحلاه، هيك مرتب وأكابر وأنيق. العم هذا والله أكبر بكثير طلع بايخة. شو هذا أصلا؟ جايين على ميونخ المفروض أعطيكم معلومات سياحية ومعلومات تاريخية، ما بعرف والله شو هذا الصراحة. هلا روحوا ابحثوا على جوجل. كنيسة النساء. كنيسة النساء طلع. شو يعني كنيسة النساء؟ كنيسة النساء. شو هي كنيسة النساء يعني؟ والله عم نمشي بهالمارينا بلاتس كله عم يمشي وكله في ناس غير الله، بس لا في شغلات فاتحة ولا في احتفال ولا ما بعرف ليه عم يمشوا الناس. ليك كمية الناس عم تمشي والله عم يمشوا بس ما في شيء. والله العظيم نافة. طبعا يا جماعة برد زيادة، بس وصلنا للكنيسة مثل ما كنتم شايفين. هذا المكان اسمه مارين بلاتس، المفروض يكون كله فاتح، كل الناس عم تحتفل، كل الناس بس ما في شيء فاتح. بس احنا اجينا عم نشوف هذا المشهد اللي ورانا عملاقة. اللي بيقولوا ميونخ بيتذكر هاي دغري مباشرة. هل تعلمون انه ميونخ هي من اكبر مدن المانيا؟ هي ثالث اكبر مدينة بألمانيا، تخيل، ومن اغنى مدن المانيا. رغم كبرها ورغم حجمها، هلا لانه عطله خلص عندهم الموضوع مقدس، بيروحوا كلهم على البيت بيسكروا وبيمشوا، فمشان هيك احنا سكرنا ومشينا ورايحين منطلقين باتجاه الاليانز ارينا نشوفه من برا، لانه اظنه مسكر كمان والله اعلم، بس يعني نتصور برا ونشوفه. شبكة قطارات ميونخ من أنجح شبكات القطارات برأيي وبنظري بعد التجربة في ألمانيا، لأنه بصراحة القطارات واضحة، القطارات منوعة، شبكتها سهلة الفهم، دغري بتقدر استدلينا، دغري فتحنا الجوجل ماب كتبنا وين بدنا نروح، نزلنا راح نركب ونمشي ونتيسر. شغلة يعني تكتب وتحسب لميونخ صراحة. بس نزلنا من القطار في بني آدم بجانب الأليانز أرينا، شكلنا الوحيدين يا أخي. جميل من هو وبعيد، جميل من هو وبعيد. هون إذا فقدنا والله ما حدا بدلنا ولا حدا بيدرى علينا، قصدي بيدرى فينا ولا بيدرى ما عرفنا نحكي. وأخيرا وصلنا على ملعب ميونخ بعد ما مشينا المشوة الطويلة هي بمكان ما فيه بني آدم. طبعا أنا بلشت الفيديو الحمد لله بلشوا البني آدم يتهافتوا مشان يطلعوا بالفيديو، ولكن صدقا هذا الملعب إذا أجيت على ميونخ وما زرته فأنت خسران كتير. أنا هذا الملعب هلأ غالبا يكون مسكر صراحة، ولكن زيارته مهمة جدا لأنه تحفة فنية، خصوصا بالليل. أنا تعمدت أجي بالليل لأنه لحتى أشوفه مضاء. المرة الماضية أجيت كصراحة كان أبيض والصبح حلو، ولكن بالليل له واقع خاص. يعني أجيتوا على ميونخ لابد من زيارة الملعب. خلينا نقرب لقدام شوي وورجيكم إياه عن قرب.
فلان عنوانه واخي عبد الرحمن هو العنوان الرئيسي له. ترى على فكره لا وقع ولا حدا ضربه فيه ولا شيء، هو فجاه سطح الثلج وجاكيته جوخ من غير اي هدف. بعد ما خلصنا زيارتنا لملعب الاليانز ارينا طلعنا رايحين على نزور حديقه اسمها الانجليشا مدري شو. حديقه كبيره يعني بيقولوا كتير من اكبر الحدائق بالعالم، يعني حتى اكبر من حديقه بنيويورك. اجينا بالصدفة لهذا المكان يلي طلع واحد من أهم شوارع ميونخ وأشهرها، وما عرفنا بهالموضوع غير لرجعنا على البيت. يا جماعة المنظر كتير حلو، بس لأنه الليل ما عم أقدر طلع لكم إياه، بس صراحة المشاهد مع الثلج مع هيك الحديقة مع الهدوء رهيب رهيب. قاعد انا والصغير على البيت. طيب رجعنا على الفندق. كنت كتير جعبان اليوم شوف الحديقة هي الكبيرة، ولكن كان عتمة زيادة عن اللزوم، بس ما في أي مشكلة إن شاء الله يوم الجمعة بنعوضها. ليش الجمعة مو بكرة؟ لأنه بكرة رايحين على مكان جدا 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 مميز. حنطلع برا ميونخ، حنروح على مدينة اسمها غارمش. طبعا أسوأ شيء بالفندق إنه الإضاءة سيئة، ما بعرف إذا أصلا واضح ولا لا، بس شعلنا هذا الضوء حتى يزبطوا شوي. المهم فبكرة إن شاء الله من الصبح بكير طالعين، ورح ناخدكم معنا كمان نشوف هاي المدينة ونشوف الثلج أكثر من اليوم. فإن شاء الله نلقاكم غدا. صباح الخير. يا صباح الخير. بعد ما شويت امبارح والله نمنا مثل القتيلين، على أساس نطلع الساعة 8 الصبح، هاي الساعة صارت 10 ما تحركنا، فارطين صراحة. أخونا صندوشة من السيد الوالد يقبرني. هلا اليوم حنلبس مثل العالم، امبارح كنا مرققين. رح نطلع على أماكن رهيبة صراحة. يا جماعة هون في كوريات وصينيات ويابانيات خير روحوا التهوا باليابان تبعكم. يا جماعة الأجواء رهيبة، يعني صراحة الصبح أحلى بكتير من بالليل هون، لأنه الواحد بيقدر يشوف قدامه على القليلة، لأنه هون عندهم ما بيضووا شيء. وهي الكوريات عم نمشي معهم. أسأل شيء بهالبلد إنه بيعلموك تكون روبوت، ما تشغل مخك، الشارع فاضي. ليك الكوريات يا أخي غير. المهم ليك شو بدنا نصور لكم فيديو انه كله بيلتزم بالاشاره رغم انه ما في سيارات، ام كله قطع. حاليا اليوم عطله فكل الدنيا مسكره، ولكن بحثنا لقينا انه في سوبر ماركتات بيفتحوا حاله خاصه لحتى ينقذوا الناس اللي بدها تشتري شيء. فاحنا من الناس اللي بدنا نشتري شيء وانقذونا، فرايحين هلا نشتري شغلات هيك اكلات طيبه ومي وقصص وسير. قطعنا هيك ممنوع، شوفونا يا جماعه هي بشاره حمراء بنقطع. ايه كل نمرة مكتوب اخرها ايه ليكو الليدل. والله السوبر ماركت متخبي تخبايه غير طبيعيه. اما شو مع البشر طلعوا متخبين هون شو، وهون في محلات فاتحه هاي. ليك الليدل. واخيرا يا جماعه نحن في الليدل. انتم متخيلين؟ لا هيك طلع نجو حطاب، بس انا الفكره انه احنا هلا اليوم عطله، يعني المفروض كل شيء مسكر، ما في بني ادم المفروض يكون، ولكن لانها من ثالث اكبر مدن بالمانيا، كنت حنقول بالعالم، يلا نضربها على اللعبه. المهم ففاتحه فيها بشر، كل الناس الصبح بتشرب قهوه، انا بروح عم ندور على ايوه هو ده حبيبه الملايين. اخي الكبير يعني هذا اخي الصغير اخذ قهوه وانا حليب شوكولا. هذا الشيء هو عباره عن شوت زنجبيل، جربته مره واحده بحياتي ومن بعد ما عاد جربته، مع انه كتير استفدت عليه، بس يعني كانت طعمته بالنسبه لي خليكم تجربوا ما حاحكي، بس رهيب يعني رهيب كفائده مو رهيب كطعم ومتعه. بشتغل كاشير من عند الصبح. وهي برهان. شو هاد؟ تمام مشان برهان، مشان التحدي تبعنا مي حليب. وصلنا على المحطة الرئيسية وعم ندور على القطار تبعنا، بيجي بعد 20 دقيقة. عم نغير بس المكان لأنه هون فينا بنقول مثل بيسموها بالألماني باوشتنا، يعني مثل تصليحات وتعميرات. فشوفوا المكان، احنا بال 27 مثل بوابات المطار بدكم تعتبروها، فالبوابة 27. هيك وهاد 27 من هون
ليكوك هذاك القطار الاحمر غالبا. معلش افهم ليش شايفينها لاخر وحده. وين شاشة ال 27؟ هي شاشة ال 27 يا جماعة. من الأشياء المميزة هون بميونخ نظافة القطارات. يعني هذا القطار عندنا نفسه ذاته بجنجنباخ، لونه أحمر ونفس الطابقين ونفس الموديل، ولكن أنظف هون نظيف مع إنه عاصمة. يعني أنا عم ورجيكم الجانب الجميل، بس إذا عملنا هيك بتلاقي هذا معفن لونه. بس ما علينا من هذا، نظيف. هذا اخواتي جابني يعيشوا الطفوله، قعدونا عند كدا شبيل يعني زاويه لعب الاطفال. يعني هيك طاوله هلا بنقعد نلعب شطرنج. But we in our country is actually same in China. It's not a very huge difference between our cultures. بنجليزي دي يا مرسي. وصلنا إلى مدينة قارمش. نزلنا، المناظر لسه ما طلعنا، عم نشوف هيك ضبابات من بعيد بس تاخذ العقل، شيء مختلف تماما. شمس، جبال، ثلج، آسيويين، رهيب الوضع، تحس حالك بالهيمالايا. هذا المكتب بتشتروا منه تيكيتات لتطلعوا على اعلى قمه بالمانيا، على الواحد 70 يورو. هلا رايحين احنا على القطار، بدنا نركب لمدينه قريبه كثير، ما بتاخذ وقت طويل. هنيك من جبال الألب اوضح بكثير واكبر بكثير، نفس الحجم بس انه اوضح بكثير، وفي بحره وهيك وهالحركات. طيب ابديت، احنا هلا حاليا عم نستنى الباص ليجي لحتى نروح على بحره اسمها ايبزي. هلا عم نفتر بمدينه اسمها قارمش، رح اخذكم هيك شوي اجواء لنشوف شو في هاي المدينة شغلات مميزة. غارمش بارتنكيرشن هي مدينة معروفة رغم أنه ما في شيء بيميزها، ولكنها أقرب نقطة لأعلى قمة بألمانيا، فالسياح بيقصدوها وبيناموا فيها حتى يقدروا من الصبح بكير يغتنموا الوقت ويروحوا يشوفوا واحد من أجمل مناظر العالم. وإن مدينتين مع بعض اندمجوا بمدري أي سنة. تلاقيكم جبال الألب. يا قلبي، هاد واحد من أشهر الشوارع هون، ما حنقدر نفوته لانه حيجي الباص اللي بده ياخذنا على الايبزي. هون واقفين عم نستنى الباص اللي بده يجي ياخذنا على منطقه اسمها ايبزي. نقول عجقه يا جماعه، وهذا اخي هذا نفسه اللي عم طلع لكم اياه بكل فيديو. نحن في المانيا. ليست اسطنبول. اخيرا يا جماعه بايام محطه واحده، ما مدى اصور لكم من كميه العجقه والخنقه، بس وصلنا المكان بيستاهل ورح تشوفوا. وصلنا اخيرا، نازلين نشوف شو صاير بالدنيا برا. يا الهي شو وين احنا يا جماعه. انا يمكن بحياتي ما شفت هيك عجقه بالمانيا، مو طبيعي. هلا عجقه سياح ما اختلفنا، بس بالمانيا ما عم تخدم المواضيع بشكل ظريف انه يكون في باصات كفايه. مكان سياحي ما اختلفنا، بس انه لازم يكون في شوية تخديم. طبعا المكان كله محاط بجبال الألب، يا رب لما يروح شوية ضباب لحتى يبين معكم. هلا ماشيين باتجاه البحيرة اللي اسمها ايبزي، رح تشوفوها. هيك الأجواء شتوية بامتياز. وصلنا واندثر الضباب وجبال الألب وراي. المكان خرافي يا جماعة، مو طبيعي مو طبيعي. أين نحن؟ عملنا فيلم سينمائي لهي المخلوقة ولا شو هلا؟ اطلع معك؟ ما في مشكلة. لا مو هيك تستين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. لقينا سبحان الخالق. بحرة، غيوم، جبال. هي أطول قمة بألمانيا وراي. سبحان من خلق فأبدع.
واخيرا نحن امام الايبزي بعد عناء طويل وبعد العشقه اللي عشناها وبعد الوقعات اللي وقعناها. نحن هلا قدام البحيره المميزه جدا يلي حبينا نشوفها. المنطقه رائعه، المنطقه صراحه لا يعلى عليها. المنطقة كثير حلوة، عجبتني بصراحة. من هنيك في ثلج، هون في ثلج، فوق في اعلى قمه بالمانيا. حناخذكم هلا شوي ثانيه ونورجيكم اياها من تحت. بس صراحه المكان اذا اجيت على مقاطعه بافاريا لازم تجي. يلي شايفينهم وراي غير الناس هن سلسلة جبال الألب. سلسلة جبال الألب تمتد عبر 8 دول أوروبية: فرنسا، سويسرا، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، سلوفينيا، ليختنشتاين وموناكو. شفتهم مرة بإيطاليا وقت رحت على بحيرة غاردازي، وهي تاني مرة بشوفهم وقت اجينا على آيبزي. وتعد من أعلى وأجمل السلاسل الجبلية في العالم. هاي مصطو أول خسائر الرحلة، ما عاد في مايك. شوفوا الناس شلون هيك عم يلعبوا تحت جبال الألب، أعلى قمة في ألمانيا. المحرك ليكم تاركينه؟ طيب يا جماعة الحمد لله انفتت بوقعتين وكسرت المايك، بس يعني الحمد لله. هلا عم صور لكم بدون مايك، بس انه هيك جيد الأوضاع. هاي وراي شايفين. هلا بدنا نمشي مضطرين لأنه الباص قرب، فمنطلقين. عنا ساعة ونص هلا لميونخ، سنشتاق لهكذا مناظر. وينك ابن حتوته عامل لي انطرتكا ومدري شو ليك؟ هاي جبال القلب، هدول اثنين، هدول اللي بينجوا بالثلج. عائدون الان رايحين على القطار اللي بياخذنا على ميونخ. ما بعرف اذا سمعانيني ولا لا لانه ما في مايك، بس الفكره وين؟ الفكره انه على القاعد هالمره، على القاعد بنفس الباص. ليك شلون العجقه المخلوق اللي وراي عم تتزورني انه طلع في الفيديو، بس انه المهم على القاعد. فهمتوا؟ عدنا الى ميونخ، ثالث اكبر بلد بالمانيا. ولعي كل شوي بدي لكم هالمعلومه، بس المهم رجعنا على ميونخ مع اصابه بالجوع. هلا رايحين ناكل. وين بدنا ناكل ما بنعرف. حطينا لوكيشن ولقينا انه في مطاعم عربيه هيك جيده جميله. اول شيء شفنا مطعم يمني، هلا شفنا مطعم اسمه نسيت شو اسمه، بس المهم مطعم كمان بيقدم مشاوي وهيك. لا بنشوف في مطعم، لا هذا شو مكتوب حلويات شاميه. حلو هذا حلو. وين اللي بعده؟ خلينا نروح هيك. في شغله احنا مفتقدينها بالمكان اللي احنا قاعدين فيه، في منها بس قليل، اللي هي قهاوي مثل هذا النمط، اللي هو تكون قهوه رسميه مثل عنا مثلا بالشام او بالاردن اللي رحت لهم. قهوه بتفوت بتقول له اسبريسو، قصه شغله سيره، بس من غير ما يكون في عندها لا اراجيل، لا دخان، لا خمور، ولا مشروبات. لا هذا ممتاز والله. واخر النقاشات وصلنا على مطعم اسمه على كيفك. والله مبين كثير مرتب صراحه، وجوه كبير ارتب من المطعم اللي امبارح رحنا له، بس القرار وقع بعد نقاشات دارت انه نروح ناكل مندي بمطعم يمني اصلي. الموضوع طلع متعارف عليه يا جماعه. انا مستغرب انه هنيك لقينا قهوه، طلع لا هون متعارف عليه، هي ثاني قهوه بنفس الحاره. أجواء ولا كأنك بألمانيا. ناس قاعدين، ناس بنات محجبات، ولا هذول وراي محجبات بس قصدي يعني الأجواء العربية اليمنية الأصيلة، الموظفين كلياتهم من اليمن. انا طلبت مندي عادي، طبعا ما لحقت اصور لكم قبل ما اخذ هيك غرفه، بس انه هذا مندي عادي، هذا اسمه مدفون وهذا اسمه مدفون. هذا مدفون دجاج، هذا مدفون لحم. لكن الاجواء صراحه عاليه. بالعداد فوق لازم نسجل لكم انخصم مننا 13.5 ب 2 يورو. هاي السيتويشن اللي احنا فيها بالصراحه، يعني الوضع لا يقاوم. هلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فايتين ناكل. طيب يا جماعه مشان تكونوا بالصوره، اخي يعني ان شاء الله هيك يعني حب يتظارف ونسي الكيس الصبح تبع الاكلات الطيبه والمشروبات، فراحت انيتي المي، فاضطرينا نرجع على السوبر ماركت اليوم بالليل، نناوب الساعه 11 بالليل، نشتري كمان مره ثانيه حليب وكمان مره ثانيه مي لانه ما شربنا الصبح. فالمبلغ اللي حطيناه الصبح راح على الفاضي، وهلا رايحين نحاسب على هدول. كلفونا بحدود ال 3 يورو. لنشوف وين حنوصل بالبادجت. خلصنا اليوم الثاني بميونخ، الان متوجهين لانه ننام، وبكره ان شاء الله منطلقين برحله العوده الى جينجنباخ. بس قبل رحله العوده لجينجنباخ بدنا نحاول نشوف المعالم الرئيسيه بميونخ صباحا، لانه ما قدرنا نشوفها لهلا. ما بعرف بجوز متحف BMW هذا مسكر هذه، بس كمان كنا حابين نشوفه. بدنا نروح على المارين بلاتس مره ثانيه الصبح، بنعمل فتله بميونخ، بعدين نصلي الجمعه. نشوف هلا انا بدي اقعد اعمل بحث اذا في جامع بميونخ هيك مرتب، نصلي الجمعه ان شاء الله، وبيوشنا الى جينجنباخ. رح نشارككم تفاصيل. تصبحوا على خير. طيب يا جماعه اليوم ما لحقنا نصور لكم بالفندق. صباح الخير. اليوم الثالث والاخير، عملنا التشيك اوت هلا وطلعنا رايحين نركب هذا شو بسموه الترامواي.
ورايحين مثل امبارح على العيد اللي فاتحه المناوبه، بدنا نشتري هيك كم شغله اكله صغيره قصه، بعدين ننطلق نروح على نص المدينه اللي اسمها مارين بلاتس مشان نقدر نشوفها بالنهار. بدنا نروح على الانجليشا جارتن هي الكبيره كثير اللي حكينا لكم عنها امبارح، وبعدين نكون خالصين ننطلق باتجاه جينجنباخ. لحاله عم يمشي؟ مو انت اللي عم تحرك؟ هي اخر لقطه للفندق، هذاك هو باب الفندق، وهي القطار جاي ياخذنا. عم حيفوتوا ببعض. اليوم يا جماعة درجة الحرارة ناقص 3. اللي عجبني بميونخ صراحة أنها هي مدينة. أنا صراحة من عشاق المدن، تلاقي المواصلات متقدمة أكثر، الناس أكثر، في أنواع من الناس أكثر، آسيويين، هنود، عرب، يعني مجملا في تنوع أكبر. عجبني بميونخ كمان بس ما شفنا شيء فيها مناطق سياحية حلوة، بس عنا مناطق سياحية كمان كثير هيك. صراحة يعني ميونخ تزار حلوة كتير، بس أنا لازم نزورها مرة ثانية صراحة ونكون محلات فاتحين. حلاوة هون إنه بكل سوبر ماركت في مخبز، ولكن مخبز الليدل دائما مختلف. بناخذ هذا الكيس ومنقي اللي بدنا إياه، بيكون تازة هلا مخبوز كلياتهم بأسعار مناسبة، يعني نختار اللي بدنا إياه. في فطاير، في شغلات. وبالنسبة لموضوع الحلال معظمهم حلال، لأنه معظمهم نحن بناخذهم بالجبنة، بناخذهم بالسمك مثلا تونة أو شغلة. الشوكولا متأكدين ما فيها بقوليات مثلا. يعني مجملا هون خيار موفق دائما. هاي مشان التوثيق اخذت هاي، اخذت هدول هلا بعدين نحاسب عليهم. تمام. واخذت وحده من هي ووحده من هي لنشوفهم هون. حطهم هيك. هاي هي الوحده اللي اخذتها وحده. واخذت شغله اسمها كيزي شتانجل، فطيره بالجبنه. وينها يا جماعه؟ لا استنوا. كيزي شتانجل. لا مو هي. دقيقة. مو معقول هاي هي. هاي هي. تمام. بايضة. هذا هو حسابنا لليوم. طبعا مشان المصداقية ما بنقدر نطلع غير بالفاتورة، يعني نجينا نطلع ما فينا نعمل هيك سكان تفتح لنا. هلا بنعمل هيك والسلام عليكم. وعليكم السلام. هلا رح نركب ورايحين على حديقة اسمها اولمبيا بارك، قبل ما نروح على انجليش شو اسمها انجليش بارك، لانه هي اقرب، فحنروح عليها ونشوفها ونستمتع فيها. بعدين نطلع على المارين بلاتس ونشوفها ونستمتع فيه، بعدين نروح نصلي، بعدين اذا في وقت نروح على انجليش. يا جماعة مشاهدين أتاك أون تايتن لازم يتأكدوا إنه شخصياتها كلهم من ألمانيا، حتى اسم الشارع على اسم أكامان، ليفاي أكامان وميكاسا أكامان. أكامان شتراسة، شارع أكامان. بهذا الشارع لازم تلاقي لواقفة هون ميكاسا وليفاي عم يستنوا يطلعوا. بايخة. بلشنا يا جماعة نشوف معالم، بس ضباب كتير مو مبين البرج. ما بعرف إذا مبين معكم. ماشيين هلا باتجاهه يعني. يا جماعة الوصول على الحديقة بتحس حالك رايح على مغارة، مالك عارفان وين رايح، ولا كأنه ولا ما في معالم الحديقة أصلا. ليه كلهم مدن ابني. هلا فجأة مفروض تطلع قدامنا هون. هون ليك الأرمة جارتن أولمبيا بارك. بلشنا نشوف المعالم. ليكو هذا قربنا عليه. هو المفروض بالعادة بينطلع عليه، سلا جايين احنا بعز العطلة كله مسكر. تشوفوا هنيك هذاك المبنى اللي ورا الأشجار متحف BMW. شوفوا لي الملعب الأولمبي مع برج الأولمبياد. تشويش. نحن الآن في الحديقة الأولمبية الشهيرة. هاي الحديقة اللي أنشئت وأسست أصلا لحتى تستضيف ألمانيا أولمبياد 1972. وراي هلأ برج
الاذاعه التلفزيوني اللي كان اساسه بالانشئ مثل ما قلت لكم بالاولمبياد، زائد في وراي الملعب هلا بركي اذا قدرنا من قدام نروح نصور لكم اياه، ملعب الاولمبي اللي حتى تستضيف المانيا العاب الاولمبياد الرياضيه. احلى شيء وقت تعمل تشيك اوت من الفندق وتضطر تجي على السيران كلهم شناتي ودنيا بس مشان نشوف هيك منظر لكم. الملعب ورانا نازلين لعنده هلا، رح اصور لكم اياه عن قرب ان شاء الله. شوفوا لي اخطر شيء الواحد يمشي على هذا الجليد، هذا اللي امبارح انا اكلت زق فيه مرتب على كوعي، ما بدنا ناكل زق ثاني يستر عليكم. يا حجي بدي افهم شلون عم تركضي انت؟ معلش افهم. أسوأ مقلب بناكله يا جماعة، صرنا ساعتين ماشيين مشان نفوت لقلبه ونشوفه من جوا أو علي من برا نشوفه مثل العالم، متربسينه تربسة كلياته أسوار كلياته كذا، ما شفنا شيء جواته. اجينا هلا وقفنا قدام محطة الباص، بدنا نركب ونروح على الماريني بلاتس اللي قدامه في جامع بدنا نروح نصلي فيه. يا جماعة فجأة طلعنا على مطارات اسطنبول، شوف شلون لقينا جامع بنص البلد ما شاء الله. لا تصلي حالك ايه تمام. جماعة طلع التصوير ممنوع بالجامع، ما هقدر اصور لكم اكثر من هيك. خلصنا صلاة وماشيين، خلصنا وطالعين. موبايلي شحنه 15%، عم طلع الباور بدي اشحن فيه ما لقيته، نسيانه بالفندق غالبا. راجع على الفندق ركض لحتى اعرف اذا موجود ولا وينه ولا شو صار. يا رب لاقي الباور بانك. خلنا كرت الله يستر ما يكون نظفوا الغرفة وراح علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. غرفة والله نظفوها الله يستر. بسم والله راح، والله راح، لا حول ولا قوة الا بالله. شكله راح علينا ما لقيته. يا جماعة خبرتهم، قام اتصلوا بالروم سيرفيس واخبرهم انه هن ملاقين فعلا باور بانك، فان شاء الله شكرا رح يجوا يجيبوا لي اياه. الحبيب الغالي نزلت حكيتهم، قالت لي انه الروم سيرفيس ما جاب لهم شيء، اتصلوا فيه قام قال لهم لقيت باور بانك، وهذا هو الباور بانك. والله اني روقت صراحة. يا رب يكون مسموع الصوت. نحن الان في ماريني بلاتس بختام رحلتنا، اليوم الاخير، الساعة الاخيرة، رايحين هلا على المحطة لحتى ننطلق. هذا المكان من اجمل الاماكن، اشتهيت اصور لكم اياه الصبح نصور اكثر، ولكن الرحله قصيره اقصر ما كنا متخيلينها، ولكن الحمد لله استمتعنا كثير. الهدف والتحدي اللي كنا حاطين رح اعطيكم فيه ابديت ان شاء الله وقت نركب القطار، لانه لسه ما بنعرف شو بصير معنا. الاضرار الوحيده اللي صارت هي المايك مثل ما انكم شايفين، ان شاء الله تكون مسموع صوتي منيح. ان شاء الله نلقاكم برحلات قادمه، تابعوا معنا لنهاية الرحلة. طريق الرجعة كان أسهل لأنه لقينا طريق من 3 قطارات فقط، من ميونخ لأولم، ومن أولم لإيمنديغن، وبعدها مباشرة لجينجنباخ. شو صاير؟ ليش شو صاير؟ روح ليكو مكان الشناتي حلو هيك فوق. نظيف القطار كثير والله، ولونه ازرق بفرفح مو احمر. هي الغدا تبع اليوم من السوبر ماركت مثل ما قلنا لكم. بسم الله، لسه الباص ما تحرك او القطار ما تحرك، بس حيتحرك بعد نص ساعة ومدة الرحلة ساعتين. يا جماعة شوفوا اسم المدينة، تخيل حالك عايش بهيك مدينة، شو بدك تقول للناس؟ وين عايش؟ شو نزلنا من القطار في مدينة أولم، نذهب باتجاه القطار الثاني. عنا مدة انتظار ما لا يقل عن نص ساعة. ليش هيك الأجواء ذكرتني باسطنبول؟ احنا على الرصيف رقم 7، بس ما بعرف إذا القطار موجود ولا بدنا نستناه. يا رب يكون موجود ونقعد فيه، لأنه برد الدنيا صراحة. لقد نعسنا اليوم. شكلي لما نروح نام رح نام ما في لبعد 3 أيام. سلم عليكم، تصبحوا على خير، انتم بخير، السلام عليكم. الحمد لله لقينا القطار واقف عم يستنانا، نقدر نطلع نظبط امورنا بقلبه وكل الامور على العال. ليش هيك بابا غريب؟ بابا بعيد، ما بعرف، غريب كثير منظره.
لاحظت يا جماعة أن الهوية البصرية تبع بافاريا المقاطعة هذيك لونها أزرق. فهلا اجينا على بادن فيرتبنج لسه ما فتنا عليها دغري مباشرة صارت أصفر. إذا ملاحظين كله أصفر بأصفر، حتى القطار أصفر. كم وحدة الواحد؟ 12. دورك سابقا. مشكلة إنه هون بلور. وأخيرا بقطارنا حاليا متجهين إلى جينجنباخ، هذا القطار المشهور تبعنا. ما بعرف كيف لحقنا، كان بالقطار الماضي كان في تأخيرات. بدل ما يوصلوا ثلث وصلوا ونص، هذا القطار بيوصل ونص ودقيقة. تقدير رب العالمين سبحان الله. احنا نزلنا من هذاك القطار كان هذا جاي، ركبنا فيه ومشينا، فتفادينا تأخير أطول من هيك. هلا الحمد لله بقينا لنا ساعة ونص وبنكون بالبيت. وأخيرا نحن في جينجنباخ من مكان ما انطلقنا. بسم الله إلى المنزل. نحن في جينجنباخ أخيرا، رايحين على البيت. نسكر الفلوق على هذا الكلام. نراكم قريبا برحلات قادمة. ميونخ بلدة جميلة بحضارة كبيرة بدها زيارة تانية أكيد. هذا الفيديو الأول بعد الانقطاع، والقادم أجمل وأقوى بإذن الله. كونوا جاهزين ولا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم إشعار بكل فيديو جديد.